السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، وطيب الله أوقاتكم أينما كنتم. وعدنا لكم من جديد بسلسلة إعلانات المسلسلات الرمضانية الجديدة لعام 2024، وأخيرا وبعد طول انتظار إعلان رسمي عن عرض المسلسل المنتظر ماء الذهب بعد غياب طال لسنتين بعد الانتهاء من تصويره، وذلك بسبب أنه لم تقم أي قناة بشرائه. والمسلسل يجمع العديد من نجوم الدراما اليمنية، وسنوافيكم بباقي التفاصيل حول هذا المسلسل في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. والمسلسل الثاني مسلسل قرية الوعد، البديل لمسلسل دكان جميلة، وبيتم تصوير أحداثه في مصر. المسلسل يجمع مع نجوم الدراما اليمنية، ومن أبرزهم الفنان نبيل حزام، والفنان قاسم عمر، والفنان كمال طماح، والفنان خالد البحري، والفنان نبيل الآنسي، والفنان مبروك متاش، والفنانة أمل إسماعيل، والفنانة نجيبة عبد الله، والعديد من نجوم الدراما اليمنية. المسلسل من إخراج المصري معتز حسام، والمسلسل من إنتاج شركة النبيل للإنتاج الفني، وسيعرض على قناة الجمهورية رمضان 2024. المسلسل الثالث مسلسل لقمة حلال، المسلسل البديل للمسلسل خارج التغطية، من تأليف وإخراج المتألق محمد فاروق القصيني، وإنتاج قناة السعيدة. والمسلسل يجمع كوكبة من نجوم الدراما اليمنية، وسيعرض على قناة السعيدة. المسلسل الرابع مسلسل ممر آمن، تم تصوير أحداثه في تعز، والمسلسل يجمع العديد من نجوم الدراما اليمنية تشاهدونه خلال شهر رمضان 2024. إخراج الأستاذ ياسر الظاهري، وسوف يتم عرضه على قناة يمن شباب الفضائية. ومن البرامج سيعرض برنامج رحلة حظ على قناة يمن شباب في موسمه الجديد. البرنامج من تقديم الفنان الرائع خالد الجبري، والعديد من نجوم الدراما اليمنية. في كل حلقة سيستضيف نجم جديد. وبرنامج طائر السعيد في موسمه الجديد، وسيعرض على قناة السعيدة. البرنامج من تقديم مايا العبسي. ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وسنوافيكم بباقي التفاصيل أول بأول.